قررت تبدأ رحلة البرمجة في 2026. مبروك. بس أكيد أول سؤال جالك أبدأ ببايثون ولا جافا سكريبت؟ سؤال محير، بس الإجابة بتعتمد على فهمك أنت، والنهاردة وفي ثواني هحسم لك الجدل ده تماما. الاختيار مش مين اللغة الأفضل، الاختيار هو مين اللغة الأنسب ليك ولطبيعة شغلك. لو بدأنا ببايثون فهي ملكة البساطة وسهولة القراءة، لأن كودها قريب جدا من اللغة الإنجليزية، ودي الاختيار الأول والأساسي لو حلمك تدخل مجالات المستقبل زي الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، أو هندسة الأنظمة والسكريبتات الذكية. أما لو رحت الجافا سكريبت فدي ببساطة هي لغة الإنترنت النابضة. لو حلمك تبني مواقع وتطبيقات تفاعلية وتشوف نتيجة كودك بيتحرك قدام عينك في المتصفح فورا، فمفيش بديل عنها، وهي من ضمن الأفضل لتطوير الويب. لكن خد بالك من الفخ التقني ده. ناس كتير بتقع في غلطة إنها تقضي شهور بتتنقل بين اللغتين لمجرد المقارنة وتجميع الكورسات من غير ما يطبق سطر كود واحد، أو يفتكروا إن بايثون عشان سهلة يبقى مش محتاجة فهم عميق لللوجيك. ده بيخليهم يقفوا في مكانهم وما يعملوش أي مشروع حقيقي. النصيحة الذهبية ليك النهاردة: الأهم من اسم اللغة هو فهمك لطريقة التفكير البرمجي وبناء المنطق. بمجرد ما تتقن لغة واحدة منهم وتفهم أساسياتها كويس جدا، تنقلك لأي لغة تانية مش هياخد منك شهور. الخلاصة: بايثون أسهل في الفهم والتعامل، وجافا سكريبت أسرع في رؤية النتائج العملية. قولي في الكومنتات تفتكر مين فيهم اللي بتنادي طموحك. لايك وسبسكرايب عشان ما يفوتكش أي جديد.